في موضوع شاغل المدرسين طوال الشهر اللي فات اسمه حافز ال1000 جنيه. أنا بسميه حافز الفنكوش. ليه بقى؟ لأن الحافز ده هو حرم الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأمناء المكتبة وأمناء المعامل من إنه والإداريين من إن هو ياخد الحافز. طيب، الحافز هيصرف للمعلمين اللي بيخشوا الفصول. طيب، في دلوقتي بند غريب جدا جاي للمهيات والحسابات بيقول إن عشان المعلم يصرف الحافز لازما ياخد النصاب القانوني بتاعه طوال الأسبوع وطوال الشهر. وبالتالي مسؤولي المهيات بيفسروا هذا القرار إن المدرس اللي يغيب يوم في الشهر ينحرم من الحافز ال1000 جنيه. ده البند ده بيتعارض مع بند تاني اللي هو بيقول إن المفروض المدرس عشان ياخد الحافز يمضي 18 توقيع حضور وانصراف في الدفتر. وبالتالي من حق المدرس ان هو يغيب يوم 2 3 بحيث ان هو ما يتعداش ايام الغياب ويكون ماضي في الدفتر 18 يوم. في البند اللي هو بتاع النصاب القانوني للحصص طوال الاسبوع وطوال الشهر بيقول المدرس اللي يغيب يوم ينحرم. وبالتالي في بندين كده متعارضين مع بعض داخل القرار نفسه. فأطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء بند النصاب القانوني للحصص طوال الأسبوع وطوال الشهر، لأنه بيتعارض مع بند آخر اللي هو بند 18 توقيع، واللي بيتيح للمدرس إن هو يغيب يوم أو 2 أو 3 لظروف، مثلا مرض، ظروف شتاء، أي ظروف. تمام. وطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هو يصرف الحافز لكل اللي بيشتغل في المدرسة، سواء أخصائي اجتماعي أخصائي نفسي. وإن البند الغريب العجيب اللي هو بتاع النصاب القانوني للحصص ده هو بيحرم المدرسين اللي هم شغالين مدرسين كمبيوتر. يعني تلاقي مدرس كمبيوتر شغال في المدرسة 3 أيام ومنتدب للإدارة التعليمية بيشتغل في البيرول أو في الإحصاء أو في الدفع الإلكتروني، البند العجيب اللي هو بتاع النصاب القانوني للحصص طوال الأسبوع بيحرمه. وكمان كثرة إن أنا بصرف الحافز، كل حافز بصرف له ورق، وبالتالي بخلي المندوبين من المدارس بيروحوا الإدارات التعليمية وياخد مواصلات ويعمل زحمة في المواصلات. فرجاء من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو يلغي الضوابط بتاعة صرف الحافز 1000 جنيه، وأخلي كل الحوافز لها ضوابط واحدة اللي هو 18 توقيع حضور وانصراف في الدفتر. علشان أنا لما بعمل لكل حافز ورق بخلي الناس تروح من كل المدارس. انت عندك مثلا 50,000 مدرسة، فبيطلع منها 50,000 مندوب يروح الإدارات التعليمية، يركب مواصلات ويعمل زحمة في المواصلات وبيستهلك ورق. وده كله من قرار فاشل في مسؤول قاعد في قلب وزارة التربية والتعليم طلع هذا القرار. فلو سمحت أي حد يطلع قرار يكون دارس القرار اللي يطلعه، مش يطلع قرار ويعمل مشاكل، أزمة مواصلات وأزمة زحمة مواصلات ويكلف الدولة ورق ويكلف المعلمين مواصلات. فأطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الحافز ال1000 جنيه يصرف لكل شغال في المدرسة سواء كان إداري أو معلم، وتوحيد ضوابط صرف الحوافز. وشكرا.